عندي هنا في المكونات بسم الله على بركه الله. عندي 2 لتر ديال الحليب ديال البقر، انا قسمته على 2، النصف درتو في كاسرونه، غنزيد عليه 4 المعالق ديال سميد. غادي نديرو فوق البوطه بين ما دابت ليا هاد السنيده، غير يسخن واحد شي شويه فوق السخونيه صافي، وغادي نطفي عليه. هاد النصف الثاني غادي ناخذ منه واحد الكميه قليله، هادي راه ماشي شي حاجه كحله، غير لاصقه فيها. بسم الله. غادي ناخذ هاد الياغوت، يكون شويه كريمي باش يطلق لنا ديك الخمائر في الريب. صافي، وغادي نطربو مزيان ونخلطو. دابا غادي نقيسو بصبعي، هو باقي واحد شويه كيحرقني، بلاتي واحد شويه باش ما يبقاش يحرقني صبعي. هذا باش غادي نكمل العمليه. دابا هنا كنقيس فيه وما كيحرقنيش، يعني دابا غادي نكمل العمليه ديال دابا غادي ناخذ ما تبقى لي في الحليب، غادي نخلطو هنا كامل باش ينسجم ليا مع داك دانون. حاولوا تاخذوا حليب البقر، بسم الله. غادي نخلطو كامل وغادي نخلطو كويس. دابا انا حيدته من الكاسرونه، خويته في هذا الكاس صافي، وغادي نبدا ان شاء الله. بسم الله. غنخوي في هذا الكؤوس، كيجيو عمليين. دابا في هذه المرحله غادي نحول هذا الكؤوس، عندي اللاطه هنا فيها الماء سخون، غادي نحول لها الكؤوس، والفران عندي حتى هو سخون صافي، وغادي نخليهم حتى الصباح ان شاء الله نوريكم النتيجه النهائيه. سلام البنات، هذا هو الرايب اللي راني حضرت معاكم، راه ما بقاش بزاف. اليوم الصباح انا قلبته، حيت الا زاد غير واحد شويه ما غنبقى نلقى فيهم حتى كاس. كنتمنى ان شاء الله باش يعجبكم، تشجعوني بلي لايك، راه جا زوين. كنتحكموا في الحلاوه ديالو كما كتشوفوا، كنتحكموا في الحلاوه ديالو. راه الا زاد بقى حتى الغدا راه غادي نوليو نقلبوا الكاس، نقلبوه وما شتي كما شفتوا بحال هكايا. هادشي مازال راه غير نهار، دابا غنوليو نقلبوا الكاس وما يتقلبش لينا. ها هو دابا راه شاد كما شفتوا. هذا حيت كانت البنيه كتاكل فيه قلت لها بلاتي نسجل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تشجعوني بلي لايك كيف ما ديما، وتشجعوني بالتعاليق ديالكم الزوينه.